اللي جاي على باله ياكل اطيب دجاج تندوري هندي والكل يساله من اي مطعم طالبه يضل معي لاخر الفيديو لاعطيكم كل اسراره وما يمرق ولا ثانيه. كل الخطوات مهمه ويمكن لاول مره رح احكي لكم اسرار ما سمعتوها قبل هيك. عندي دجاجه كامله حجمها وسط بدون جلد لانه شرط اساسي للتندوري انه نشيل الجلد منها وبنخلي العظم. واهم شيء بعد ما تطفوا الدجاج انكم تنشفوها كثير منيح من المي لحتى تمسك عليها البهارات والخلطه جوا الفرن. وبنفوت بالمرحله الاولى هلا لعند تتبيل الدجاج. اول شيء قبل ما اضيف اي بهارات رح اعمل الشكل التقليدي لدجاج التندوري. رح اعمل فتحات للدجاج بالطول من عند الفخاد وكمان بالطول من عند اجر الدجاجه، وانتبه لجهه المفصل اعمل لها شق صغير، وكمان للوتر اللي بيكون موجود عند اجر الدجاجه من تحت مثل ما بتشوفوا معي. وبالنسبه لصدور الدجاج كمان رح اعمل لها فتحات بالسكين بالطول بنفس اتجاه الفخاد. وهلا بنفوت على المرحله الاولى للتتبيل. بضيف الملاحه على حسب الرغبه ومعلقه بابريكا حلوه مدخنه كبيره وعصير لحبتين ليمون متوسطات ومعلقه كبيره مليانه من الثوم المهروس ومعلقه كبيره من الزنجبيل المهروس الفريش بس ما تكون كثير مليانه. وبقلب هالمكونات كلها مع بعض وبتاكد انها دخلت جوا الفتحات اللي عملناها. وطبعا اكيد رح نقلبها على الدجاج من الجهتين وبسكر عليها ما بين نص ساعه الى ساعه ونص وبنرجع عليها بنفوت مرحله التتبيل الثانيه. وبهاي الفتره بدنا نسهل على حالنا المرحله الثانيه. بالدجاج التندوري بيكون اعتمادنا اساسي على اللبن، بس هم بمطبخهم ما بيضيفوا اللبن مباشره. عاده بصفوا اللبن بالشاش الخاص في المطبخ، بحطوا صفايه وعليها شاش المطبخ وفوقها اللبن وبتركوه لحتى يتكثف وينزل كل ميته. بس اللي ما عنده شاش في المطبخ يعمل زي ما انا عملت، حطيت 5 معالق كبار جوا مصفايه لحتى اخلي اللبن يتكثف معي وتنزل مي منه ويصير قوامه تقريبا زي اللبنه. وبتركها ساعه او ساعه ونص لعند ما نيجي نجهز التتبيله الثانيه. وثاني شغله رح اعملها بدي اضيف نص كوب من الزيت النباتي مع مكعب صغير من الزبده واحطهم على نار صغيره، نار هاديه كثير لحتى يسخنوا معي وتطلع الحراره منهم. بطفي النار من تحتهم وبنقلهم عندي هون. بضيف عليهم على حسب الرغبه فلفل حار. بهالمرحله هاي انتم بامكانكم تتحكموا في حراره او يعني السبايسي تبع الاكل. فبما انه انا بحب حراره الاكل او السبايسي تبعه يكون متوسط، ضفت اقل من نص معلقه كبيره فلفل حار. واللي ما بحب السبايسي يستغني عن هالمرحله هاي كلياتها. وبترك هذا الزيت على جنب يبرد عندي لحتى اعرف استعمله بالخلطه الثانيه. بالنسبه لبهار التندوري انا ولا ممكن اني اشتريه من برا جاهز، حتى لو بدي ادعم الطعم بمعلقه من البهار الجاهز، بس ضروري انا اصنعه جوا البيت لانه في بهارات اساسيه وضروريه لازم تكون موجوده، هي اللي بتصنع الفرق وهي اللي بتعطيني الطعم التندوري اللي انا بدي اياه. اعملوا سكرين شوت وجمعوهم وخليهم يكونوا جاهزين دائما عند الاستعمال. ويلا تعالوا نفوت على المرحله الثانيه. هون اللبن بعد ما صفيته مرق عليه ساعه ونص تقريبا. شوفوا المي اللي نزلت هاي رح ارميها واللبن عندي يتكثف. رح احطه بالصحن هذا وانزل عليه الزيت اللي عملناه وبرد معي. بقلبهم بالمضرب لحتى يندمجوا كثير منيح. وببدا بالاضافات. اول اضافه معلقه كبيره مليانه من رب البندوره وبقلبها منيح مع الباقي لحتى تندمج معاهم. وبضيف من مجموعه البهارات اللي عملناها قبل شوي ما بين معلقه الى معلقه ونص كبار ممسوحين وبقلب مع باقي المكونات. وبضيف كمان معلقه كبيره ممسوحه من بهار التندوري الجاهز. ورح نيجي على اهم مكون واهم سر في دجاج التندوري هو ورق الحلبه. فبمسك ورق الحلبه تعامل معه زي ما بتعامل مع ورق النعناع الناشف لما نشفه. ضيفوا قد ما بدكم. انا ضفت تقريبا 4 5 معالق. نكهته ابدا ما بتبين. وبصراحه سر قوي كتير بنقل طعم الدجاج من مستوى الى مستوى ثاني. فبنعم ورق الحلبه في ايدي بنزله على الخلطه وبكمل تقليب. وهلا هون رح اضيف معلقه كبيره من اللبنه، وهي الخطوه اختياريه بس لحتى نساعد انه الخلطه اللي عملناها تكون فيها كثافه اكبر. وبالنهايه هون رح اضيف ملونات الاكل الطبيعيه. عندي اللون الاحمر واللون الاورنج. طبعا رح ضروري انه اللونين يكونوا موجودين بس انا بغاوز مع الاحمر اكثر طبعا، وبحب لون الدجاج يكون احمر وواضح فبضيف اللونين. وهلا بصير في عندي انقلاب وتحول في اللون بالاضافه الى الريحه اللي بتجنن. وراح اضيف كمان بعديها كمان نقطه احمر. وهيك بجهز التتبيله تبعتي عشان انقع فيها الدجاج. انا هون كنت تاركه الدجاجه ساعه ونص وهلا بنزل عليها كل شيء عملناه. شايفين قديش سهله؟ طبعا بتقدروا تعملوا اكثر من دجاجه وتفرزوها ترفعوها على الفريزر وراح تضل محتفظه طبعا بنفس النكهه. هلا بالنسبه للدجاجه عندي هون راح اتاكد اني انا غلفت الدجاجه. وبالنسبه للفتحات كمان راح اتاكد اني انا حطيت الخلطه جوا هاي الفتحات اللي عملناها. بعد ما اتركها بهاي النقعه بخلي جهه اللحم لتحت والعظم لفوق. بسكر على الدجاجه وبتركها ساعتين. بعد الساعتين بقدر اشويها، بس بفضل انكم تتركوها ليله كامله بالثلاجه، طعمها بيكون اطيب. انا راح اتركها بالثلاجه ليله كامله واشويها ثاني يوم. وهلا وقت الشوي عندي صينيه كبيره غلفتها بالقصدير بحتاج فوقيها شبك. بس قبل ما نحط الدجاج على الشبك بدنا نكون قبل هيك عاملين 3 فحمات مجمرين رح نحطهم بقاعده الصينيه وفوقيها الشبك. وعلى الشبك بدنا نحط الدجاج. اول ما انزل الدجاجه على الشبك مباشره رح نقولها على الفرن بدون ما اتاخر عليها، لانه الدخنه تبعت الفحمه التدخين للدجاج رح يصير يطلع اول باول كل ما تنزل عليه نقطه من خلطه الدجاج اللي عملناها. ورح يضل الفحم موجود بالصينيه طول ما هو الدجاج بالفرن وعم بيستوي. وهلا بنقل الدجاج على الفرن بالرف الوسطاني على درجه حراره 200. سخنته قبل ب10 دقائق بدون ما اغطيه لا بورق الزبده ولا بالقصدير. رح ياخذ معكم الدجاج ما بين ساعه الى ساعه ونص. اول ساعه على درجه حراره 200 واخر نص ساعه على درجه حراره 180. وهو الدجاج لحاله رح يستوي ورح يتحمر، ما بيحتاج هذا الدجاج لتحمير. وبعد ما يطلع الدجاج من الفرن بس ادهنوه بالزبده وقدموه مع خبز البارات الهندي والمتومه والبطاطا. رح تحسوا حالكم فعلا بمطعم هندي واطيب من المطاعم كمان. لا تنسوا من اللايك وصحه والف عافيه. بتمنى تكونوا حبيتوا الفيديو.